سنة 98 شهدت حاجات كتيرة في الانيميشن، منها بداية دريم ووركس وان هما بينزلوا اول فيلم انيميشن ليهم في السنة دي، واول محاولة لديزني ان هي تحلب فيلم لاين كينج وبينزلوا الجزء التاني. وانا بصراحة بكره الفيلم ده وما بحبوش تماما، وبشوف ان هو ملوش لازمة وقصته ضعيفة، بس خلي الموضوع ده الفيديو تاني. واحد بقى من الافلام اللي محدش بيتكلم عنها نزل في السنة دي هو فيلم A Bug's Life او حياة حشرة، غالبا شفته وانت صغير. الفيلم ده واحد من اعظم افلام بيكسار في تاريخها من وجهة نظري، ومن اكتر الافلام الاندر ريتد في التاريخ. الفيديو ده بقى هنرجعك بالذاكرة للفيلم، وهنتكلم عن قصته والدوبلاج بتاعه والرسالة المهمة قوي اللي كانت فيه، وليه فيلم حياة حشرة مش زي ما انت فاكر. ده هيكون موضوع الفيديو، بس طبعا عايز اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، عدو الله عليكم بالخير واليمن والبركات. اكيد مش محتاج اقول لك قد ايه الايام دي مهمة ولازم تغتنمها كويس. ليه خلاص يلا بينا بقى ندخل في الموضوع. المهم دوبلاج الفيلم كان فيه ناس كتيرة زي هشام نور اللي هو طبعا كان عامل سيمبا، واحمد حلاوة الله يرحمه، لكن كان افضل واحد فيهم هو خالد الصاوي اللي كان عامل دور هبار. المهم يعني دوبلاج الفيلم كان مميز جدا، وكان من احد العوامل اللي خلته ينجح عندنا وقتها، لان ديزني وبيكسار وقتها كانوا بيهتموا جدا بجودة الدوبلاج نفسه، وده للاسف ما بقاش بيحصل دلوقتي. طبعا في اعمال بتتعمل حلوة لكن ما بيكونش فيه اهتمام كبير زي ما كان بيحصل زمان. ومش لازم على فكرة يكون في اسماء كبيرة في الفيلم علشان يكون الدوبلاج بتاعه كويس، زي لما تجيب هنيدي مثلا او ايا كان اي اسم كبير بتبقى حاجه كويسه، لكنها ما بتكونش الحاجه الاساسيه، لان الناس اللي بيعملوا دوبلاج شغلانتهم الاصليه الدوبلاج بيعملوا اداء برضو كويس جدا. ممكن نمسك القصه دي بتفاصيلها في فيديو تاني فيما بعد ان شاء الله. قصه الفيلم، ودي حاجه انا اكتشفتها وانا شغاله على الفيديو، انها مستوحاه بشكل كبير من قصه لكاتب اغريقي اسمه ايسوب، واللي اسمها The Ant and the Grasshopper او النملة والجرادة. مش نفس الاحداث بالملي لكن الاصل بتاعها، وما اظنش انك كنت تعرف المعلومة دي خالص. المهم بطل القصة بتاعتنا هو فليك، واللي هو شيصبان اللي هو ذكر النملة، بس انا اكيد مش هقولك انه شيصبان كل ما اجي اتكلم عنه، بس هو ذكر النملة. وادي معلومة تانية برضو ما كنتش تعرفها، ان ذكر النملة اسمه شيصبان، مش هتستفيد بيها غالبا. المهم المستعمرة بتاعته واللي بتقودها الأميرة عطا أو قطع، هو حرفين اسمها بالإنجليزي كده، يشتغلوا طول الصيف ويجمعوا الأكل ويلموا المحصول والحبوب علشان في الآخر الجراد يجي ياخد كل حاجة على الجاهز. وده ببساطة لأن الجراد أقوى بكتير جدا من النمل ومحدش يقدر يقف قصاده، أو ده اللي النمل فهمه. المهم نرجع لبطلنا فليك، واللي محدش بيحبه في المستعمرة بتاعتنا بسبب ان هما كلهم شايفينه فاشل. مفيش حد كان بيحبه غير اخت الاميرة الصغيرة. المهم بيجي الميعاد علشان هبار اللي هو زعيم الجراد يجي وياخد المحصول، لكن بالغلط فليك بيوقع كل المحصول وبيتسبب ان هو يغضب عليهم، وهبار يكمل في الترهيب اللي بيعمله للنمل، وكلهم بيكونوا خايفين، وحتى فليك نفسه خايف لكنه بيواجه هبار. لكن هبار ما بيسكتش، وكان هيموت اخت الاميرة عطا اللي هي الصغيرة دي لولا ان فليك رجع في الاخر. بيمشي هبار ويقول لهم ان المرة الجاية هيجي ياخد قد المحصول مرتين. فليك طبعا بقى يتكره اكتر، وكل الناس ما بقتش تطيقه لانه حطهم في موقف صعب جدا قدام الجراد. فليك بياخد موقف وبيقرر انه هو مش هيسكت على الظلم ده، وهيغيب بره المستعمرة ويحاول ان هو يلاقي محاربين علشان يقفوا قصاد هبار وجيشه. بيروح فليك في مغامرة كبيرة وبتوصل بيه لسيرك، ويفتكر ان اللي موجودين فيه هم محاربين، وهم يفتكروا ان هو وكيل اعمال وعايزهم يعني يشتغلوا معاه، فالاتنين بيحصل بينهم لخبطة، بيتحركوا مع بعض وبيرجع بيهم فليك. النمل كله بيستقبلهم بترحاب شديد جدا على ان هم المحاربين اللي هيخلصوهم من شر الجراد، لكن لما بتوع السيرك بيدركوا الموضوع بيبقوا عايزين يمشوا، لان هم ما كانوش متوقعين ده، وما كانش ده اللي هم جايين عشانه اصلا. على الناحية التانية خالص بقى بنشوف المشهد المهم قوي ده. كل الجراد كان بيحتفل بان هم خوفوا النمل، وان هم دلوقتي يعني خلاص مرعوبين وهيشتغلوا وهيعملوا ضعف المحصول، الا زعيمهم هبار، لانه استوقفوا حاجة مهمة جدا، ان في نملة واحدة منهم اتحدته، بس اتباعه شافوا ان دي مش قضية وانها حتة نملة. عشان هبار يقول لهم تخيل معايا الحبة دي نملة واحدة فسفوسة وجعتك؟ لا. ايه رأيكم كده؟
لو سبت نملة واحدة تبجح فينا هتلاقي كل الباقيين اتنمرضوا. النمل الفسفس ده عددهم اكتر منا 100 مرة، ولو خدوا بالهم من كده الامل اللي احنا فيها تزول. كلام مهم جدا. في الوقت اللي كان فليك والحشرات اللي كان جايبها معاه من السيرك بيمشوا، كان الجراد بيجي، ولما بيوصل لهم الخبر من دوت اللي هي اخت الاميرة قطا، بتتحد حشرات السيرك مع فليك علشان يحاولوا يمنعوا هجوم الجراد، واللي كان كله ضرب فيه مباغتات ومن بعيد، وان هما مثلا يخوفوهم بموكيت عصفور. لكن الكلام ده ما بياكلش مع هبار، ويروح يقول للاميرة قطا ان انتوا اتخلقتوا علشان تخدموا الجراد وبس، علشان في وقت ما هبار جبروته وترهيبه وصلوا لأعلى مراحلهم بيقف له فليك ويقول له: انت غلطان يا هبار، النمل مش خدامين عند الجراد، النمل عنده قدرات عظيمة، وسنة ورا سنة قدر يلم الأكل لنفسه وليك. يبقى مين فينا الأضعف؟ النمل مش خدامين للجراد، انتم اللي محتاجيننا، احنا أقوى بكتير من ما انت مفهمنا، وانت عارف مش كده؟ الكلمة دي غيرت كتير قوي، لأن النمل فعلا أدرك الحقيقة إن هو أكتر، هم أكتر بكتير من ما كانوا فاهمين. ولما نشأ الوعي ده بدأ النمل كله يهاجم في الجراد، وأخيرا هبار بيموت لما بياكلوا عصفورة، ومن بعدها النمل بيعيش في سعادة وبياكل محصوله وكل حاجة جميلة. الهدف بتاع الفيلم جميل قوي، وبيتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي تأثير الكلمة والموقف وأهمية المبادرة، وإزاي كلمة واحدة اتقالت من شخص واحد بس قدرت تغير كل حاجة. وحاجة كمان إن الكبير دايما فيه اللي أكبر منه، زي ما هبار كان كبير قوي على النمل وما كانوش قادرين يسيطروا عليه، بمنتهى البساطة جت عصفورة كلته كده. والفيلم ده بيعرفنا حاجة مهمة جدا، ان النمل مش خدامين عند الجراد، وان مهما الجراد بان قوي ومحدش يقدر عليه، فمهما حصل هو اقل من النمل، وفي الحقيقة هو اللي محتاج النمل اصلا، لكن الفكرة انه معيشهم في خوف حياتهم كلها. لو النمل عرف حجمه وقيمته الحقيقية كان الجراد عمل له 1000 حساب، لكن طول ما هو نايم في مية البطيخ وما يعرفش هو اساسا يقدر يعمل ايه، هيفضل خده مداس ليهم. اتمنى تكون الرسالة من الفيديو ده وصلت، ومش هتكلم اكتر من كده علشان عندنا عيال في المستقبل عايزين نربيهم، فبس كفاية على كده. عموما فيلم حياة حشرة من اعظم الافلام في تاريخ الانيميشن كلها، وبشوف ان هو اندرريتد جدا، وده كان رأيي. فاتمنى تقولي رأيك، وهل عجبك الفيديو ده ولا لا، ولو عايز تشوف فيديوهات من النوع ده. كل سنة وانتم طيبين عشان العيد، وانا اصلا بقول في اول الفيديو رمضان كريم علشان الفيديو كان المفروض ينزل في اول رمضان، لكن انا بجد ما كانش عندي وقت ومفيش طاقة، فيعني الفيديو ده ان شاء الله هينزل كده والدنيا هتظبط في القناة. هحاول اعمل كده جدول، ادعوا لنا كده يا شباب. وهانت عايزين نوصل 4000 مشترك، خلاص ما بقاش غير بتاع 40 مشترك كده، فيا ريت تشترك لو انت مش مشترك، واعمل لايك وقول لي عايز الفيديو الجاي عن ايه، وانا ان شاء الله هعمله. وبس، سلام. تقصد ان انا غبي؟ دي المرة ال15